عليكم ورحمة الله وحياكم الله بقناة إيراكين نيكست جنريشن. وياكم أبو جاسم. صرنا قريبين جدا على 60,000 مشترك. طبعا أحب أشكر كل أخ وصديق اشترك معنا بالقناة، تفاعل على واحد من فيديوهاتنا، انطانا تعليق حلو. أحب أشكركم من كل قلبي، لولا دعمكم ما كنا راح نوصل هذا المكان، وإن شاء الله بدعمكم راح نستمر ونوصل أكثر وأكثر. فيديونا اليوم يا أصدقائي عنوانه أكثر 10 بطاقات مظلومة بكلاش رويال. هذا الفيديو هو الجزء الثاني، أو خلونا نقول استمرار للفيديو اللي نزلته سابقا اللي كان عنوانه أفضل 10 بطاقات بكلاش رويال. فيا أصدقائي أحب أنبهكم على شغلتين بالبداية. حاليا أنا بدي أسوي هذا الفيديو آخر بطاقة نازلة لعبة كلاش رويال هي الباندت، فإذا نزل بعدين بطاقات وراها وكانت بطاقات ضعيفة فلا تجي تقولي ليش ما خليت هذه البطاقة. ونقطة أخيرة يا أصدقائي، إنه هذه البطاقات اللي راح تشوفوها بهذا الفيديو هي بطاقات من اختياري. أنا أشوف هواية فيديوهات على اليوتيوب، أشوف هواية تشكيلات وهواية إعادات، فهذه البطاقات أشوفها أقل بطاقات استخداما، أكثر بطاقات مظلومة بكلاش رويال. لذلك إذا أنت تخالفني بالرأي وإذا عندك ترتيب آخر غير هذا الترتيب أتمنى تكتبه بالتعليقات. وأيضا قبل ما نبلش أتمنى تكتبوا لي شنو تريدون التوب 10 القادم على شنو يكون. هذا الفيديو أكثر 10 بطاقات مظلومة أنا اخترته من واحد من التعليقات، بصراحة كان تعليق كلش حلو، فأجتني هذه الفكرة من خلال هذا التعليق إنه أسوي أكثر 10 بطاقات مظلومة. فأنت إذا بالك إنه نسوي التوب 10 قادم أتمنى تكتب لي شنو الموضوع اللي نسوي عليه التوب 10 بالفيديو القادم. إذا مستعدين خلونا نبدي، انطونا لايك، خلونا نعبر ال 5500 لايك اللي وصلناها بالفيديو السابق، ما راح ياخذ من وقتك ثانيتين بس. انطينا لايك وخلي نبدي بالمركز العاشر. المركز العاشر يا أصدقائي راح يكون من نصيب بطاقات الجوبلينز. هذه البطاقات اللي استخدامها صار جدا قليل بعد ما نزلت بطاقة الجوبلين جانج أو بطاقة عصابة الغيلان أعتقد اسمها. هذه البطاقات اللي هي السبير جوبلينز، الجوبلينز اللي بيدهم سكين، وأيضا الجوبلين هات، أصبح استخدامها جدا قليل بكلاش رويال. البطاقات هذه يعني هواية لاعبين مدى يستخدموها، صارت مثل الزيادة باللعبة، لأن نزلت بطاقة هي بطاقة الجوبلين جانجز، فصار عندنا تقريبا 3 بطاقات هي السبير جوبلينز والجوبلينز العاديين والجوبلين هات، صار استخدامهم قليل جدا. لذلك هذه البطاقة راح تاخذ المركز العاشر. المركز التاسع يا أصدقائي هو من نصيب بطاقة الفالكري. الفالكري أنا برأيي الشخصي وهواي حاكي عن هذه النقطة بالفيديوهات السابقة، أنا أعتبرها من أفضل البطاقات الدفاعية. بطاقة رهيبة جدا، بطاقة تقدر توقف هجمات قوية كلش، لكن للأسف أنه استخدامها بالأرينات العالية بالليجندري أرينا وما بعدها استخدام قليل جدا. يعني نادرا ما تشوف واحد يستخدم فالكري، ما أدري ليش يعني الناس ما يستخدمون هذه البطاقة، مع العلم هي بطاقة كلش قوية، بطاقة تقدر تخلصك من مجاميع هواية من الجنود. يعني إذا جاك مثلا بربري أو حتى بربري مميز، أيضا عندنا السكيلتون آرمي، فالكري وحدة ممكن تقضي عليهم. المركز الثامن يا أصدقائي هو من نصيب البومر. هذه البطاقة استخدامها جدا عالي بالأرينات الناصية، الأرينا 3 4 5، لكن من راح تصعد يا صديقي راح تشوف أنه هذه البطاقة استخدامها كلش قليل، خاصة بالتشكيلات الميتا، التشكيلات اللي تكون على مدى واسع من الانتشار وهواية لاعبين يستخدمون نفس التشكيلة، تشوفها خالية من هذه البطاقة اللي هي البومر ومن الفالكري اللي تكلمنا عنها قبل شوية. هذه البطاقة أيضا بطاقة دفاعية رهيبة، ممكن تخلصك من هجمات قوية، لكن مع الأسف أيضا استخدامها كلش قليل. المركز السابع يا أصدقائي راح يكون من نصيب بطاقتين دفاعية، أيضا بطاقتين من ضمن بطاقات الأبنية. عندنا التسلا وأيضا البوم تاور. هذه البطاقات أصبح استخدامها نادر جدا جدا يا أصدقائي، استخدامها كلش قليل. البوم تاور ببداية اللعبة قبل سنة تقريبا كانت بطاقة ناجحة جدا، كانت بطاقة قوية جدا، لكن بواحد من التحديثات سوبر سيل قللوا قوة هذه البطاقة، قللوا الوقت مالتها، فالبطاقة قل استخدامها بصورة كبيرة. نادرا يعني أنا صار لي تقريبا 2 أو 3 ما شفت خصم يستخدم البوم تاور ولا حتى التسلا. لذلك هذه البطاقات أصبح استخدامها كلش معدوم. ما أدري شنو السبب، هل هو أكو بطاقات تعوض عنها، لكن بصراحة هذه البطاقات أيضا استخدامها أصبح نادر جدا، مع العلم أنه هي ممكن أيضا تفيدك هواية بالدفاع.
المركز السادس يا أصدقائي هو من نصيب بطاقتين من نوع السبيلات. عندنا الكلون وعندنا أيضا الريج سبيل. هذين البطاقتين استخدامها أيضا جدا قليل. عندنا الريج قليل الناس يستخدموه، والكلون سبيل حتى الناس اللي يستخدموه ما يضبطون استخدامه 100%، لذلك يخافون من انه يستخدمون هذه البطاقة خوفا من انه يغلط بها ويخسر اليكسير. لذلك هذه البطاقتين استخدامها جدا قليل وراح تاخذ المركز السادس ويانا. طبعا بالنسبة للكلون انت اذا استخدمته بصورة صحيحة راح تحقق نتائج كلش قوية مثل ما تشوف باللقطات اللي تنعرض حاليا، لكن مع الأسف أيضا استخدام هذه البطاقات كلش قليل، وانحصر استخدام الكلون سبيل تقريبا مع اللافا فقط، فقليل اللي يستخدمون تشكيلة اللافا ويستخدمون معها أيضا الكلون سبيل. المركز الخامس يا أصدقائي هو بطاقة من بطاقات أيام زمان اللي هي بطاقة الدارك برنس. حاليا استخدامك كلش قليل. أمير الظلام من البطاقات اللي كانت توقف هجمات بربري وتوقف هجمات أيضا السكيلتون آرمي، لكن حاليا أصبح استخدام الدارك برنس كلش قليل، أعتقد لأن نقاط الإصابة مال هذه البطاقة قليلة، يموت بسرعة، لذلك استخدامه نادر جدا. أيضا تشوفوا بالأرينات العالية تقريبا من أرينا 9 و10 و11 استخدام هذه البطاقة كلش نادر. نروح للمركز الرابع يا أصدقائي، وراح أقولكم بالمركز الرابع عندنا بطاقة الجاردز أو الحراس. هذه البطاقة يا ريت تذكروا لي آخر مرة شفتوها بكلاش رويال شو وقت. أنا بصراحة ما أتذكر آخر خصم طلع لي استخدم الجاردز. بطاقة كانت قوية جدا ولا زالت قوية جدا، ما صار عليها أي تحديثات بحيث أنه ضعفوا هذه البطاقة أو قللوا قوتها، لكن ما أدري ليش استخدامها كلش قليل، مع العلم أنه هي بطاقة إيبك تكلف 3 إليكسير، لكن كلش استخدامها قليل قليل قليل. فبصراحة بطاقة تستحق المركز الرابع بترتيبنا لهذا اليوم. وصلنا لآخر 3 بطاقات يا أصدقائي. أتمنى هسه تنزلون للتعليقات وتكتبوا لي شنو توقعكم للبطاقات هذه، شنو توقعكم للبطاقة اللي راح تحتل المركز الأول. أتمنى أشوف يعني تعليقاتكم قبل ما تشوفون أنتم البطاقة اللي راح تحتل المركز الأول، فحتى أعرف أنه رأيكم مثل رأيي أو هذا الكلام اللي راح نتكلم عنه يشمل الجميع. فأتمنى أنه هسه تنزلون تكتبون شنو توقعكم للمركز الأول. المركز الثالث راح يكون يا أصدقائي من نصيب بطاقة الكانون أو المدفع. برأيي الشخصي هي أفضل بناية موجودة بكلاش رويال، أفضل بطاقة بناية موجودة بكلاش رويال، وأني لحد الآن أستخدمها بالأكاونت الثاني مالتي. أستخدم هذه البطاقة وأقدر أسحب تقريبا كل الجنود اللي بالهجوم اللي يهجمون عليها. بطاقة خرافية المدفع، لكن أيضا استخدامها صار تقريبا فقط مع تشكيلة الهوغ رايدر، الهوغ سايكل، يعني التشكيلة اللي تخليك تفر بالهوغ رايدر على السريع. مع الأسف أنه هذه البطاقة استخدامها كلش قليل. بطاقة دفاعية جدا قوية، ممكن توقف لك حتى اللافا، حتى لو البطاقة لافا جوية ممكن أنت تسحبها بالنص تخلي البرجين يضربوها عن طريق المدفع. لكن البطاقة هذه استخدامها كلش قليل. استخدامها مثل ما قلت لكم صار مع تشكيلة واحدة اللي هي تشكيلة الهوغ سايكل ودوران الهوغ. نروح للمركز الثاني يا أصدقائي، والمركز الثاني من نصيب حبيب الجماهير. هواي ناس يحبون هذه البطاقة، بطاقة الجاينت سكيلتون، لكن استخدامها أيضا قليل جدا. هاي البطاقة أنا كنت سابقا أسميها جاسم عبوة، بعدين أنا صرت أبو جاسم، فما ترهم إنه اثنين نايس يكون عندنا جاسم، لذلك غيرنا خلونا نسميها جاينت سكيلتون. فهذه البطاقة يا أصدقائي بطاقة هيك، بس تخيلوا وياي لما يكون عندك مثلا ساحرة وبربري ومسكتير وفالكري وتطق بنصهم العبوة اللي يشيلها الجاينت سكيلتون. القنبلة مالت الجاينت سكيلتون راح تشيل لك كل هذه البطاقات، ممكن تخسرك 15 إليكسير بانفجار واحد. لكن ما أدري ليش أيضا استخدام هذه البطاقة قليل جدا، يمكن لأن سعرها غالي تكلف 6 إليكسير. دفاعيا جدا قوية هذه البطاقة، هواية مرات أو بهواية تحديثات سوبر سيل نزلت تقوية لهذه البطاقة، لكن استخدامها بقى قليل جدا. يمكن السبب هو سعرها، الله أعلم. فهذا هو اختيارنا للمركز الثاني يا أصدقائي. هسه راح نروح ونشوف شنو البطاقة اللي راح تحتل المركز الأول. وبالمركز الأول يا أصدقائي عندنا بطاقة البويزن أو السم. هذه البطاقة سوبر سيل دمرتها. بطاقة كانت قوية جدا حتى يعني تقريبا قبل 5 أشهر أو 6 أشهر.
هذه البطاقة كانت موجودة بكل التشكيلات، بطاقة رائعة، بطاقة هجومية، بطاقة دفاعية، بطاقة قوية جدا. لكن سوبر سيل دمرت هذه البطاقة بواحد من التحديثات. هذه البطاقة سابقا كان عملها انه تبطئ الجنود وايضا تقتلهم، يعني شغلها كان شغلتين، تبطيء زائدا دامج للجنود. سوبر سيل بواحد من التحديثات شالوا خاصية تبطيء الجنود، صار شغلها فقط انه يقتل الجنود. صراحة دمرت هذه البطاقة بهذاك التحديث. رجعوا بعدين وحاولوا يقوون الدامج مالها ونزلوا لها يمكن 3 أو 4 تحديثات، لكن بقى استخدامها قليل جدا. بقت أكثر بطاقة مظلومة بكلاش رويال، لأن الشركة سوبر سيل هي اللي دمرت هذه البطاقة. مع الأسف أنا تشكيلاتي كلها كانت البويزن، حتى وصلت الأرينا الأسطورية بوقتها وكان عندي فقط بطاقة البويزن بكل التشكيلات اللي استخدمها. لكن يا أصدقائي هذه البطاقة من شالوا خاصية التبطيء منها أصبحت بطاقة عادية جدا، أصبح استخدامها كلش قليل ناس يستخدمون هذه البطاقة. لكن هذه البطاقة يعني راحت هيبتها، راحت القوة اللي كانت تمتلكها هذه البطاقة. هذا هو يا أصدقائي ترتيبنا لأكثر 10 بطاقات مظلومة بكلاش رويال. هذا هو اختياري الشخصي يا أصدقائي، هذا رأيي اللي أنا أعتقده. أنت إذا تخالفني بالرأي أتمنى تكتب رأيك بصراحة، ما يحتاج تيجي تقول لي أنت كذاب وأنت اختيارك خطأ. أتمنى أنت فقط تكتب لي ترتيبك لأكثر 10 بطاقات مظلومة بكلاش رويال من وجهة نظرك. يعني هذه البطاقات هي اختياري الشخصي بناء على الهجمات اللي أشوفها، بناء على الإعادات، بناء على الفيديوهات اللي أشوفها على اليوتيوب. قليل جدا أشوف هذه البطاقات، فأنت إذا عندك ترتيب أتمنى تكتبه بالتعليقات. أتمنى تكون اخترت البطاقة بالمركز الأول قبل ما نوصل هذا المكان بالفيديو. أيضا أرجع وأقول لكم اقترحوا لنا شنو التوب 10 القادم اللي راح نسويه بكلاش رويال يا أصدقائي. أتمنى ما تنسون الاشتراك بالقناة إذا عجبكم هذا الفيديو، سووا له شير بكل مكان، اشتركوا بالقناة، انطونا لايك على هذا الفيديو. كان معاكم أخوكم أبو جاسم، أشوفكم فيديوهات جاية وفي أمان الله.